درس لكل شخص يتحايل أو يتحاذق أو يحاول أنه يأكل حقوق الناس، وخاصة لما يكون عرق الجبين. هذه نبذة أو قصة بسيطة حصلت قدامي وحبيت أنقلها للي حابب أنه يستوعب ويفهم ويعرف كيف يتعامل مع هذه المواضيع. رحت أنا لأحد الأسواق عشان أبيع شيء، كان عندي غرض أنا أشتي أبيعه وبعته، وكان موجودين زي السماسرة تعرفوا يتعاونوا بين بيع وشراء وكذا. الشخص اللي يأخذ البيعة يكونوا هم متفقين أنه يعطي مثلا 5 ريال 10 ريال 20 ريال، المهم على حسب الاتفاق. وكان الاتفاق بين هذا الشخص والمشتري أنه يعطي 10 ريال، وتمت البيعة وقدامي طالبه أنه قال أعطيني جيب لي 10 ريال اللي هي لي أنا حسب الاتفاقية اللي بينهم. قال لا روح تعال بعدين بحاسبك، رغم أنه موجود الفلوس بجيبه، يعني مش ما عنده ولا نقول ما بيش معه حاجة وبيجيب لها بعدين، لا موجودة الفلوس. حاول بكل الطريقة يصرف المهم عشان ما يعطيه 10 ريال أو يتحايل عشان ما يعطيه 10 ريال. المهم اللي حصل أنه الرجال هذا مشي، كان هو عنده معه شغل ثاني ويشتي يمشي، مشي من المكان عاد وما قد اختفى من الشارع اللي احنا فيه. وهذا الشخص اللي تحايل عليه عشان ما يعطيه 10 ريال فتح السيارة، كان عنده أغراض مليان داخل السيارة كلها، يعني أشياء قابلة للكسر في أي لحظة. فمجرد أنه ما فتح الباب حق السيارة سقطت الأغراض هذه كلها على وسط. أغلب الأغراض اللي سقطت تكسرت وانتهت. هو تحايل على هذا الشخص عشان ما يشتي يعطيه 10 ريال، وواضح من الموقف اللي حصل أنه كان ناوي أنه يسحب عليه وما يعطيه 10 ريال، لكن العقاب كان مباشر. وهكذا كثير من الناس يحاول أنه يتحاذق على أشخاص أو يحتال عليهم أو ينصب عليهم بأشياء تافهة جدا جدا جدا، رغم أنه غني عنها. يعني هذا 10 ريال وكانت البيعة ب40-50 ضعف من 10 ريال ولا هي شيء. حاول أنه يتحايل بهذا المبلغ البسيط، فكان العقاب سريع جدا، لأنه أنت ما تعرف إيش 10 ريال هذا إيش معناتها عند هذا الشخص الآخر، إيش تعني له، كم هو محتاج، إيش ممكن ما بيحصل حق الفطور يا أخي. فمشي بغلب أنه عارف أن الجيل هذا ماشي حاسبه، فسبحان الله كان الحساب مباشر. فالرسالة لأي شخص أنه لا تتحاذق، لا تتحايل، لا تأكل حقوق غيرك. حقوق الغير مهما كان البعض أنها تعدي عليه وما يتم الحساب، لكن الحساب يجيك مهما طال الزمن أو قصر. الأشخاص اللي تجيهم هذه الحالات وأنا منهم والله، إذا غلطت في شيء والله أن العقاب يجيني مباشر. هذه نعمة أنه يجيك العقاب مباشر، لأن الله يحبك وحابب أنه يذكرك أن أنت ما توقع في الغلط، لا تستمر. هذا التحذير مباشرة أنه أنت عملت غلط ولا تستمر في الغلط. والحمد لله أن الله يذكرك بهذا الشيء، عشان لو استمرت في الغلط تتراكم عليك وتوقع وقعة لا تقوم بعدها أبد. يمكن في ناس كثير هكذا مستمرين في الغلط ورا غلط، لكن الوقعة وقعوا وقعة كاملة ما فيش عاد أي مراجعة بعدها. لكن الحمد لله أنه في تذكير. أنا غلطت تجي بالليل تقول أنا إيش سويت، أنا إيش عملت لما عاقبني الله هكذا، تجي فعلت أنا كذا، لكن إن شاء الله إني ما أكررها ولا أعود لهذه الغلطة، لأن العقاب مباشر ليني غلطان. لو مش أنا غلطان ما جاني هذا الابتلاء والعقاب على طول. فدائما حقوق الناس لا تقرب منها، وخاصة الضعفاء هذا ما فيش بعدهم، لأنه الحاجة البسيطة اللي عندك أنت أصلا ما تسوى هي عنده حاجة كبيرة جدا وتأثر عليه، ويكون تأثيره قوي جدا عليك وعليه، تأثير نفسي عليه والرد عليك والعقاب كبير حسب الوجع اللي أنت تسببته لهذا الشخص.